السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ لو بتحتاري كل يوم هتاكلي ايه، هتطبخي ايه، هتتغدي ايه، اشتركي في قناتي وكل يوم هنزلك اكلاتي وخدي فكرة واطبخي بكرة. والنهاردة جايلكم فيديو جديد. لو انت حابة تجددي من مطبخك او حابة تجهزي بنتك وبتفكري تجيبي لها كده طقم صواني جرانيت، يلا تعالي نشوف مع بعض مشتريات الطقم ده. انا حبيت اشارك معاكم الطقم ده، الصراحة تحفة وعجبني جدا، فحبيت اديكم فكرة عنه للي حابة تشتري زيه. الطقم ده فيه ألوان منه كتير زي ما انتم شايفين، فيه اللون الأزرق، فيه اللون الأسود، فيه اللون النبيتي، فيه لون البربر أو البنفسجي، حسب اللون اللي انتي حباه. بس أنا الصراحة لما روحت أشتريه ملقتش غير اللون اللي هتشوفوه معايا بإذن الله. طبعًا إحنا متجوزين من زمان، ما كانش على أيامنا الجرانيت، كان على أيامنا الصواني التيفال، الصواني الألومنيوم، الصواني البايركس، لكن كان لسه ما طلعش الجرانيت. بس الصراحة لمّا جربته في طقم الحلل، الصراحة بيسهّل علينا في الغسل، في الطبخ، حاجات ما بتلزقش كده، الصراحة بيبقى سهل كده. ونبدأ نفتح العلبة مع بعض عشان نشوفها من جوّه. وزي ما أنتم شايفين كده، أنا كنت باقول لكم هنا إن هي عبارة عن قطعتين ومكتوب الاسم جرانيت، واسم اسم الماركة بتاعته بيانكا، وعليها العلامة دي حرف البي، وعليها 3 جمل كده زي ما انتم شايفين. بيقولك ان هي ما تغسليش بحاجة حادة، وبتطبخ لي في الصواني دي طبخ صحي طبعا، لان احنا مش بنحط زيوت كتيرة او دهون كتيرة. وبيقولك ان انت بيسهل عليكي في الغسل طبعا، واحنا بنغسله لما بيبقاش فيه الاكل مش لازق فيه، فبيسهل علينا واحنا بنغسله، فعلا بيتغسل بسرعة، يا دوب سفنجة كده وحبة بريل، فبتتغسل بمنتهى السهولة بإذن الله. ولو يبقى فيها حبة دهون بتبقى تغسليها بمية سخنة، بحيث ان اي دهون موجودة فيها اثناء ما انت بتغسليها بالسفنجة هتنزل معاكي بكل سهولة، مش هتحتاجي لسلكة ولا اي حاجة. وزي ما انتم شايفين معاها هنا زي شهادة ضمان كده، ومكتوب عليها الحاجات اللي مكتوبة برّه العلبة. وزي ما أنتم شايفين عليها طريقة الاستخدام. بيقول لِك إن أنتِ تدهنيها زيت قبل ما تشتغلي فيها. طبعًا كلنا عارفين إن إحنا عشان نحافظ على الجرانيت لازم ندهنه كده رشة زيت، وبالفرشة تمشي على كل الجوانب وكل سطح الصينية بتاعتِك، عشان ما تعيش معاكِ عمر طويل وما تتخدش. وزي ما أنتم شايفين أنا هنا حبيت أوريكم اللون بتاعها، الصراحة تحفة وجميل. اللون النبيتي ده ولا هو أحمر ولا هو نبيتي، لون ما بين الاتنين، مش عارفة الكاميرا جايباه ولا لأ. أنا حبيت اللون ده الصراحة، كنت عايزة أشتري أسود بس ما لقيتش، فاخترت اللون الحلو اللي انتوا شايفينه ده. يا رب يعجبكم كده. وشايفين سمك الصينية، والصينية تقيلة الصراحة، وده الحجم بتاعها أو الارتفاع بتاعها زي ما انتم شايفين. وعليها الختم كده محفر على الصينية عشان ما تعرفي تفرقي ما بين التقليد وما بين الصينية الحقيقية. وزي ما انتم شايفين الجرانيت بتاعها والنقط اللي فيها دي بتوريلك ان هي حاجة اصلية تمام التمام، مش تقليد ولا مطلية ولا واخدين. ساعات بيبقى الصواني بتبقى ألمونيوم كده واخدينها لون وطبقة خفيفة، وتفكريها ان هي جرانيت اصلية، بتبقى جرانيت مش أصلية الصراحة، بتبقى تقليد ويادوب فترة بسيطة وتلاقيها اتخدشت منِّك بسهولة. وده الحجم الكبير زي ما انتم شايفين. الطقم ده عبارة عن صينيتين بس، ما فيش واحدة تالتة. زي طبعا الصواني الألمونيوم بيبقوا 3 مع بعض، لكن الجرانيت دول 2 مع بعض. كان في مدور 3 مع بعض، بس الصراحة كانوا أخف من كده، وكان الماركة بتاعتهم مش مشهورة قوي، فحسيت ان هي ممكن تبقى يعني مزيفة أو تقليد، فحبيت ان انا اخد الماركة دي، ماركة بيانكا، آه، ماركة مشهورة طبعا. وهنا حبيت اوديكم كده الطقم. ولو عجبك فيديو النهاردة ما تنسينيش كده باشتراك ولايك، وخدي فكرة واطبخي بكرة.